جريمة غريبة جدا فيها أحداث كتيرة غامضة وفي نفس الوقت أحداث حزينة جدا تقطع القلب. البداية جاء ببلاغ لاسم شرطة دار السلام من رجل أعمال معروف بأن ابنه ضابط شرطة اسم المقطم إن هو انتحر. هيكشف لنا إيه اللي حصل يوم الحادثة، وفي نفس الوقت التحقيقات كشفت لنا الحقيقة الكاملة، وفي نفس الوقت ظهرت بنت غامضة. البنت دي كشفت حقيقة كاملة قلبت موازين القضية حرفيا، لأن هي كانت مع الضابط المجني عليه على التليفون قبل ما يموت، وفي نفس الوقت فضل التليفون مفتوح لمدة ساعة وسمعت أسرار خطيرة جدا هتكشفها لنا في الفيديو. وبناء على كل اللي أنا هقوله دلوقتي، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال المعروف رجب الغرياني محمد إسماعيل 57 سنة صاحب شركة الغرياني لصناعة السفن بمعاقبته 10 سنين بتهمة قتل ابنه ضابط مباحث شرطة المقطم. ايه اللي حصل وايه البداية بالظبط؟ البداية البلاغ اللي جه من والد ضابط المباحث اللي اسمه محمد، طبعا هما ساكنين في ابراج نايل ستار في كورنيش النيل. قال ان ابنه انتحر، وايه السبب؟ قال ان هو ابنه اتغير في الفتره الاخيره تحديدا في ال6 شهور الاخرى وتحول تماما، بقى عصبي وبيشتمنا وبيسبنا انا وامه واخوه الصغير اللي عنده 17 سنه يوسف، وفي نفس الوقت عندهم اخت مذيعه مشهوره جدا. فبس هما دول اللي كانوا متواجدين في البيت حرفيا. طيب ايه اللي حصل وايه اللي تم؟ انتقل على الفور لمكان الواقعة رئيس مباحث اسم شرطة دار السلام، قابل والد الضابط اللي هو رجب الأعمال رجب غرياني، وقعد يتكلم معاه ويعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهيكلم مع كل حد هيكشف لنا عن ايه اللي حصل يوم الواقعة بالظبط. طبعا بيقول الأب كان أول حد، كان الأب بيقول إن هو لما كان موجود في الشقة مع ابن الضابط ومراته وابنه الصغير، دخل ابنه الضابط علشان ياخد شاور، وبعد كده سمع صوت ضرب نار، وبعد كده لما خرج من أوضته اللي هو أبوه يعني، لما خرج شاف ابنه الضابط محمد مرمي قدام أوضة نومه على الأرض، وفي إيده اليمين ماسك طبنجة، وفي نفس الوقت في جسمه آثار طلقات نارية تحديدا في منطقة البطن وفي الذراعين، وتبين وفاته. هو بيقول ان هو انتحر. طب ازاي في منطقة البطن وفي الذراعين؟ ده ايه ده كان بينشن بقى على نفسه وان هو نشين ولا ايه؟ ازاي انتحر واللي بينتحر بيضرب نفسه في البطن وفي الذراعين؟ كلام غامض ومش مفهوم، بس هنكشف الحقيقة، تابعوني. بيسألوا الأم قالت برضو كلام غريب جدا، بتقول إن هي كانت في الوقت ده في أوضة نومها كانت بتصلي، سمعت صوت إطلاق أعيرة نارية، وقالت إن هي لما خرجت علشان تعرف إيه اللي بيحصل بالظبط شافت ابنها الضابط محمد إن هو مرمي قدام أوضة نومه ماسك في إيده نفس الكلام اللي قاله الأب، ماسك في إيده اليمين السلاح الناري تحديدا الطبنجة، وتبين وفاته إن هو متوفي. بيسألوا الأخ يوسف الطالب اللي عنده 17 سنة، بيقول إن هو كان قاعد في الصالة لوحده وكان بيسمع موسيقى، وبعد كده سمع برضو إطلاق أعيرة نارية، ولما راح علشان يعرف إيه اللي حصل لقى نفس الكلام كوبي اللي قاله الأب والأم، إنه شاف أخوه مرمي قدام أوضة نومه وماسك في إيده اليمين الطبنجة وتبين وفاته. كلهم قالوا نفس الكلام حرفيا، بس كل واحد كان في مكان مختلف وقالوا ان في حاجه حصلت، وان هو مبينين في الحاجه الاوليه كده ان هو انتحر، اخد الطبنجه وانتحر. بس التحقيقات هتكشف الحقيقه المخفيه. طبعا كان بالتحريات اثبتوا ان الطبنجه اللي بيقولوا ان هي مع في ايده دي طبنجه والده المرخصه، لا احنا بقى كده يبقى انت المتهم الاول، تمام؟ هي مجرد اتهام، هنشوف انت بريء ولا مش بريء. فبيحققوا مع المتهم الاول اللي هو مفروض حاليا هو اللي في الوش والده الرجل الاعمال رجب غرياني، فبيسالوه في التحقيقات وفي النيابه بيقولوا له ان هل في موجوده اي اصابات موجوده في جسمك عموما يعني، فاجاب بالنفي، مفيش اي حاجه في جسمه اي اصابات.
طيب قالوا له ان في اي محامي هيحضر معاك التحقيقات او معاك اي شهود، اجاب بالنفي، معهوش حد. طيب فبيسألوه ايه هي رأيك او مثلا ايه اقوالك في التهم المنسوبة اليك، وهي تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وان عقوبة التهمة دي هي الاعدام شنقا. فمن هنا اعترف رجل الاعمال بالحقيقة كاملة، وان هو اللي ضرب ابنه بالرصاص، وان ابنه ما انتحرش. طب ايه اللي حصل يوم الواقعة؟ التحقيقات هتكشف لنا الحقيقة كاملة، وخلي بالكم استنوني، لان هتظهر بنت، البنت دي كانت مخفية وغامضة، البنت دي هتقول حقيقة وحاجات قلبت الموازين فعلا. بس الاب بعد ما قال ان هو ابنه انتحر قال كلام، بس الكلام ده هل هو حقيقة ولا لا؟ هنكشفه لكم في التحقيقات. الاب بيقول ان ابنه اتغير بشكل كبير في الفترة الأخيرة، تحديدا في 6 شهور زي ما قلنا، بقى من ساعة ما هو الأب نقله للمباحث، وده على غير رغبة الابن، الابن كان رافض تماما شغله في المباحث. وبيقول ان هو اتحول لشخص عصبي جدا، كان بيشتمني انا وامه واخوه، وكان دايما بيشتمهم بيسبهم واخلاقه بقت وحشة جدا. بيقول ان هو لما كان في الحمام بتاع اوضه نومه، اللي هو يعني الاب، بيقول سمع ابنه بيتخانق مع والدته، وبيقول لها ان هو انتوا السبب في اللي هو وصل اليه بقى، لان هما اللي نقلوه المباحث على رغبته، وان هو ما كانش عايز كده، وان هما السبب في اللي هو فيه حاليا. فبيقول بعد كده ان ام ضابط محمد جات لي انا، ده كل ده اعترافات الوالد المجني عليه، بيقول جات لي واشتكت لي وقالت ان ابنها سبها وشتمها، وحتى الابن الصغير يوسف طالب والده ان هو يحط حد للموضوع دوت، لانه وصل لزيادة الحد، يعني خلاص عدى الحدود وخلاص زهقوا من اللي بيحصل. ده كان كلام الاب، بس هنكشف الحقيقة. الاب بيقول ان هو راح بعد الشكوى دي من الام والابن، راح لاوضه ابنه الضابط محمد، وبيقول ان هو فتح عليه الاوضه وقال له هو الموال ده مش هنخلص منه يا محمد ولا ايه؟ ما تاخد مفتاح عربيتك ومفتاح شقتك المتشطبه اللي هي ملكك، وفي حسابك 150,000 جنيه، خدهم وامشي، ويعني واتكل على الله، بعيد عننا، ربنا يحنن عليك. ده الكلام اللي قاله الاب، ان هو قاله لابنه. فكان رد الضابط عليه ايه؟ بيقول ان هو قرب منه وسبه، شتمه، وقال له هو انتوا عايزيني امشي واريحكم؟ ده ايامكم كلها هتبقى سودة في سودة. وبيقول وانا هخليكم تكرهوا حياتكم. ده كلام واعترافات الاب. بعد كده بيقول ان هو اتهجم عليا، وبعد كده شتمني، وبعد كده هو شدني من لياقة التيشيرت. بيقول ان هو حصلت ما بينهم خناقه ومشاده، فتدخلوا الاب والام ان هم يحجزوا ما بين الابن و ابوه. وبيقول ان هو طلع بره الاوضه ودخل اوضته، وبعد كده هو الابن يعني هدى الاخ ان هو بلاش يتطاول على ابوه، وان هو ما يندفعش اكتر من كده. بيقول الاب بيقول دخل اوضته، اوضه نومه يعني، وقفل عليه وكده. فبيقول اتفاجئت ان هو ابني محمد الضابط دخل عليا وسحب الطبنجة اللي بتاعتي المرخصة اللي موجودة على التسريحة، سحبها وطلع بره الأوضة. كلام مش مفهوم ومش منطقي. هو بيقول في اللحظة دي أنا حسيت إن هو ممكن هيضرب نفسه بالنار، إحساس الأب بقى، أو هيضرب حد مننا. بيقول أنا رحت له بسرعة، فاتفاجئت بيه إن هو بيسحب اللي هي طلقه كده من المسدس، يعني هو بيجهز المسدس ان هو يضرب، فبيشد السلاح كده. فالابن الصغير يوسف شل حركه الضابط محمد، لان هو خاف ان هو هيضرب النار على حد منهم او على ابوه. فبيقول ان هو المتهم ابو الضابط بيقول خطفت منه المسدس بعد الابن الصغير ما شل حركته، وبعد كده ان انا رجعت للأوضة تاني علشان ما يضربش أي حد بالنار ولا يأذي نفسه ولا يأذينا. فبيقول إن هو لما رجعت مرة تانية فوجئت بيه إن هو بيسبني وبيشتمني، وبعد كده كمان جاب كرسي من الأوضة عنده ورفعه ورماه عليا،
فبيقول ان هو بعد كده بناء على اللي حصل ان هو رمى الكرسي عليه، فبناء على كده ان الاب ضرب عليه اعيره ناريه، وهو ده اللي حصل ادت لاصابته ووقع قدام اوضه نومه وفارق الحياه. ده كانت شهاده الاب، بس هل هي دي الحقيقه كامله ولا دي الشهاده التانيه بعد ما قال ان ابنه انتحر؟ بعد كده قال الشهاده دي ان ابنه هو كان هيتعدى عليهم فهو حاول يدافع عن نفسه ضربه بالنار بعد ما كان عايز ان هو يضرب النار عليهم. طيب ايه المفاجأة اللي حصلت اللي قلبت موازين القضية؟ المفاجأة اللي حصلت ان في بنت ظهرت. البنت دي كانت غامضة بس فادت التحقيقات بشكل كبير جدا. البنت دي هي بنت 25 سنة، شبه تعتبر خطيبة الضابط محمد. كانت في وقت الحادثة كان بيكلمها في التليفون، هتقول ايه اللي حصل في يوم الواقعة من اول ما جاء الصبح من شغله لغاية وقت وقوع الجريمة. هي بنت عندها 25 سنة، هي محاسبة في شركة خاصة. بتقول ان هي ساكنة في زهراء المعادي، بتربطها من زمان علاقة صداقة بالضابط محمد. بتقول ان من ساعة كانوا زمايل في مدرسة الحرية من ايام ما كانوا في حضانة لغاية ما وصلوا للثانوية، وان هو اعترف لها بحبه ليها لما كانت في اولى كلية. وهتقول عن مفاجآت خطيرة كده كان بيحكيها ليها اسرار، يعني كان بيحكي اسرار ليها عن والده، يعني كان بيكشف لها عن معاملته الوحشة جدا للضابط. يعني بيقول ان هو كان اب جاحد جدا، وهي هتكشف حاجات خطيرة جدا عن الاب ده، وكل كلام الاب على فكرة هيطلع كذب في كذب، لان البنت كانت سامعة اللي حصل في التليفون وهتقوله حاليا. طب اسمعوا كده قالت ايه. بتقول ان هي سمعت تعدي والده عليه بالسب لان هي كانت كل ده فاتحه الموبايل، فسمعت ابوه بيشتمه، وبعد كده سمعت صوت اطلاق اعيره ناريه، وسمعت كمان استمرت في المكالمة ما قفلتهاش ولمدة حوالي ساعة سمعت صوت أخوه الصغير يوسف بيلقن أخوه الضابط الشهادة. تخيلوا اللحظات الصعبة والمرعبة والحزينة قد إيه. فبتقول بتقول بقيت اعترافاتها او بقيت الاسرار اللي هتقلب الموازين فعلا. قالت ان الضابط كان بيحبها جدا واعترف لها بحبه وهي في سنه اولى جامعه، واستمرت العلاقه ما بينهم كده بيحبوا بعض لغايه ما جت فتره كورونا اسفه، وابوها عرف بالعلاقه اللي ما بينها وما بين علاقة حب طبعا جميلة وطاهرة وكده ما بينها وما بين الضابط، فطبعا غضب جدا ان هي كانت مخبية عنه الموضوع وكده. فكلمت محمد في التليفون، فهو الولد كان راجل فعلا، راح لبيت والد البنت وقال له ان هما بيحبوا بعض من زمان وان هو اتم استعداد طبعا ان هو يخطبها، وقال له الحقيقه كامله. قال له ان ابوه اللي هو رجل الاعمال رجب غرياني ان هو رافض الجوازه دي، بس هو هيجهز نفسه وهيخطبها. كان راجل بمعنى الكلمة ومتحمل للمسؤولية كاملة وصريح صراحة هتريح جميع الأطراف عشان ما يكدبش على أبو البنت. بتكشف أسرار عن أبو الضابط محمد. بتقول إن هو أبوه كان شايف إن محمد ولد او شاب بدون اي تجارب مع البنات، علشان كده كان رافض الجوازه دي، وكان بيقول له ان لازم ان انت تتعرف على بنات كتيره علشان يبقى عندك خبره اكتر في الموضوع ده، وما تاخدش اي بنت انت حبيتها من اول مره وخلاص. فانا مش فاهمه وجهه نظر الاب الغريبه دي ان بيقول لابنه اتعرف على بنات كتيره. يعني بتقول ان محمد كان بيحكي لها كتير عن والده وان هو قد ايه كان قاسي معاه في طفولته لحد ما وصل لمرحله الشباب، وان هو كان بيعتدي عليه قدام اصحابه، فعشان كده هو ما كانش تقريبا بيحبه. وقال لها كمان ان علاقته الاخيره في الفتره الاخيره بوالده هي متوتره جدا لان هو نقله على غير رغبته للمباحث، وده كان شيء مش حبه وكمان رفضه. وكمان بتقول ان هو حكى لها ان كان في خلاف ما بينه وما بين والده في رمضان اللي فات، لدرجه ان الخلاف كان كبير جدا وكان الابن كان متعصب جدا، ولدرجه ان هو كسر الازاز بتاع الدواليب والتلفزيون.
وبتوصف ابو محمد يعني ان هو اب جاحد وسيء الطباع، وانه مش كويس، وان هو كان شخصيته وحشه جدا مع ابنه، وعمره ما شاف معاه حنان ولا اي حاجه. وبتقول ان محمد بقى كانت علاقته باخواته كانت طيبه جدا وكويسه جدا، هو كان باين عليه ان هو شاب كويس. بتقول ان يوم الواقعة ان هو محمد راجع من شغله من اسم شرطة المقطم، رجع حوالي 7 الصبح ونام للساعة 3 العصر. بعد ما صحى كلمها في التليفون وقال لها ان هو هيروح الجيم. بعد ما خلص التمرين كلمها بعد الجيم، وفي الفترة ده كان في البيت، وهنا هتحصل الكارثة الكبيرة. بعد ما رجع البيت وكلمها بعد انتهاء التمرين، طلب منها ان هي تستعد علشان ان هما يخرجوا مع بعض. فقالت له تمام، ان هما هي هتعدي عليه وهيخرجوا مع بعض. يمكن كانوا قريبين من السكن ولا حاجه، بغض النظر مين هيعدي على مين، هي هتعدي عليه ولا هو هيعدي عليها، المهم كانوا بيستعدوا علشان يخرجوا. بتقول في الوقت ده سمعت صوت فتحة باب اوضته عليه. فبتقول ان محمد ساب التليفون ما قفلوش، سابه مفتوح وسابه، بس هي كانت سامعه كل حاجه حصلت. فبتقول سمعت صوت والده بيقول له انت مالك بتخبط وبترزع من الصبح ليه؟ وانا سكت لك مره واتنين وتلاته، وانا مش هعديها لك تاني يا خ. اكيد طبعا انتوا عارفين هو قال له ايه بكلمه خ. قال له انت مش راجل. فرد عليه محمد اللي هو الضابط وقال له انت عايز مني ايه تاني بقى؟ بعد كده سمعت صوت الباب بيتقفل مرة تانية. يعني الولد لا قالت ان هو رد عليه ولا شتم ولا سب ولا اي حاجة من الكلام اللي كان بيقولها الاب، واللي عايز يصدر صورة ان الابن هو اللي كان بيشتم هو اللي بيسب، وهما الضحايا، وان هما كانوا بيدافعوا عن نفسهم وبس. اخوه بتقول بقى ايه عن اخوه؟ بتقول سمعت بعد كده صوت يوسف بيقول له يا محمد بصلي يا محمد هيقتلك، يا محمد هيقتلك. الله، طب هو في ايه؟ هو الاب بيقول ان الابن لما اتخانقوا مع بعض ان الابن يوسف كان هو اللي ماسك اخوه محمد. طب ما هو معنى كده ان يوسف ما كانش ماسك محمد، لانه لو ماسكه مش هيجي يقول له بص لي يا محمد، بص لي محمد هيقتلك، ما انا ماسكه هيبص لي ازاي؟ يبقى معنى كده ان يوسف كان هو اللي بيحوش الاب، وان الاب كان هو اللي هيعتدي على محمد. ما هو بالعقل كده، ما هو لو ماسك اخوه هيقول له بص لي ازاي هيقتلك وهو قدامه، يبقى معنى كده كان ناحيه الاب وهو اللي بيقول له بص لي ده هيقتلك وهيقتلك، وبيحذروا من اللي كان هيعمله الاب. هل الاب هو اللي سحب طبعا غيطه وهو كان هيضربه؟ وعشان كده يوسف كان بيحذر اخوه محمد. فبتقول ان هي سمعت كل الكلام ده، فبتقول محمد قال له سيبه يا يوسف، سيبه يا يوسف، لو عايز يقتلني يقتلني. فمعنى كده بتقول ايه؟ سيبه يا يوسف. يبقى معنى كده زي ما قلنا ان هو يوسف هو اللي كان ماسك الاب، لانه لو ماسك محمد هيقول له سيبه يا يوسف؟ لا، يبقى معنى كده يوسف هو اللي كان ماسك الاب، يبقى معنى كده الاب هو اللي كان بيتهجم على الضابط، لانه بتقول لو سيبه يا يوسف، سيبه يا يوسف، لو هو عايز يقتلني يقتلني. وبعد كده بتقول يوسف قال له يا محمد هيقتلك. وبعد كده الضابط بتقول صرخ بصوت عالي وقال له لو عايز تيجي تقتلني تعالى اقتلني اهو. يبقى معنى كده ان هو كانوا عارفين ان هو هيقتله، وان هو يعني الولد بيقولها ما كانش متوقع ان هو هيجي يقتله فعلا. فبتقول وبعد كده سمعت صوت اطلاق اعيرة نارية، وبعد كده عرفت ان والده ضرب عليه النار بعد كده. وبعد ساعة بتقول اتصلت بأخوه، طبعا كان هي قفلت، اتصلت بأخوه وبعد ما سمعت كل الكلام والمصايب ده اللي أعصابها أكيد اتدمرت بعد ما سمعته، وقالت له إيه اللي حصل. فقال لها إن محمد انتحر، أكيد بعد ما ظبطوها وألفوها تمام. وبعد كده اتقفل التليفون. طبعا البنت دي كشفت حاجات كتيرة جدا بالمكالمة كانت مفتوحة. سبحان الله، يمكن ربنا جعلها في سبب او في الوقت ده ان هي تكلمه وهو يكلمها والتليفون ما يتقفلش عشان تسمع والحقيقة تبان. بس بالرغم من كده ان هو اخد طبعا لا تعليق على احكام القضاء، ان هو اخد 10 سنين. هو كان مبين ان هو الوحش هو الجاحد هو اللي كان هيقتلنا، فبناء عليه ان هو بس في نقطه بقى اللي مش قادره افهمها. هو بيقول احنا كلهم هما الثلاثه الاب والام والابن اكيد بعد ما اتفقوا مع بعض
ان هو بيقولوا لا كان لقوا السلاح في ايده اليمين. طب ازاي وهو اللي مضروب عليه النار؟ هل بعد ما اتضرب عليه النار عشان يعملوها حكايه انتحار حطوه السلاح بعد ما مسحوا البصمات حطوها في ايده؟ ياه ده يبقى جحد قوي. طب انا عايزه اوجه رساله للام، انت ابنك ما صعبش عليكي مهما كان في خلافات او في خناقات، انت الابن ما صعبش عليكي وان هو مات قدامك كده؟ زي الناس اللي بيقول ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين مهما كان كده. بس ما اظنش ان انت قلبك جامد قوي كده ان انت توافقي ان هو ده يحصل من زوجك يقتل حته منك بالمنظر ده. وقعدتوا اتفقتوا مع بعض كلكم قلتوا نفس الكلام وان كل واحد قال لي ان هو في مكان. طب انتوا في مكان ما سمعتوش صوت خناقات؟ اللي بره يقول انا كنت بسمع موسيقى واللي هي بتقول انا كنت في اوضتي بصلي وما قالوش ان في اي خناقه حصلت. وبعد كده حطيتوا المسدس في ايد الولد عشان يبان ان هو انتحار. بس التحقيقات ظهر وعدالة ربنا في المقام الأول ظهرت الحقيقة كاملة، والبنت اللي ظهرت الحقيقة كاملة. قد إيه الأب ده فعلا المفروض ياخد والله إعدام. بس طبعا زي ما قلت المرة التانية لا تعليق على أحكام القضاء، وطبعا عقاب ربنا أشد من عقاب الدنيا. الله يرحم محمد. و... وأكيد الصورة اللي كان مصورها الأب لناس صورة غير حقيقية. تابعوني.